في الفترة اللي فاتت انتشر كلام كتير عن علامات الساعة، وإن خلاص معظمها حصل، والمسيح الدجال على الأبواب. معظمنا معتقد إن المسيح الدجال كائن غريب عنده عين واحدة في نص راسه. طب ما كده الموضوع سهل جدا، وأي حد هيشوفه هيعرف إنه الدجال. وهنا في سؤال مهم جدا، لكل الرسل حذرونا منه وقالوا لنا إن المسيح الدجال هيبقى أكبر فتنة هتحصل على الأرض، ومش هيعرفه إلا المؤمن. لأن في الحقيقة المسيح الدجال هيبقى إنسان عادي جدا علشان انت تفتن بيه ويختبر قوة إيمانك. أول حاجة اسمه المسيح علشان حاجتين: إنه عنده عين ممسوحة، بمعنى إنها مغمضة كده شوية. الرسول عليه الصلاة والسلام وصفها أكنها زي الزبيبة بالظبط، بسبب إن المية اللي فيها مش موجودة. تاني حاجة إنه هيمسح الأرض كلها في 40 يوم، ولكن ال40 يوم دول مش زي أيامنا العادية. أول يوم أكنه سنة في الطول، تاني يوم أكنه شهر، تالت يوم أسبوع، وبقية الأيام زي أيامنا العادية. هيلف الأرض كلها، مش هيسيب مكان إلا ما يدخله ويفتن الناس اللي فيه. هيكون راكب دابة. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنه حمار، ولكن حمار مش زي اللي نعرفه. شكله غريب جدا، ضخم جدا، ما بين ودانه 40 ذراع. تخيل انت شكله بقى. تخيل بقى انه شاب مش عجوز، ووسيم كمان، لون بشرته بيضة مايلة للأحمر. هو لازم يجيلك بمواصفات معينة انت تقتنع بيها، فمش هيجيلك بعين واحدة في نص راسه ولون بشرته سودة مخيف ومرعب، ما انت كده هتخاف منه. وهو في الأصل جايلك بفكرة الخلاص، جاي يخلصك من العذاب اللي انت فيه، فلازم يجيلك بصورة حلوة انت تقتنع بيها. شعره كثيف جدا وخشن، قصير بس جسمه عظيم، بمعنى انه عريض وضخم. في تباعد بين رجليه واضح جدا كمان. واهم حاجة مكتوب ما بين عينيه كافر، ولكن مش اي حد هيشوفها. ليه بقى هو فتنة عظيمة كده؟ لانه هيقول انه ربنا والحكمة ربنا وتحت مشيئته هيعمل حاجات فعلا ما يعملهاش غير ربنا. هيجي معاه نهرين، واحد جنة ميته حلوة، والتاني نار مولعة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا انهم عكس ما عينك شايفاهم، يعني جنته نار وناره جنة. طب احنا نعمل ايه بقى؟ الرسول وصانا وصية، قال لنا ان احنا نوطي وننزل براسنا ونشرب من النار، وهنتفاجئ انها مية عذبة وباردة وجميلة. هيجيلك ويقولك لو احييت ابوك وامك تؤمن بيا؟ واللي ايمانه ضعيف هيصدق، ويطلع لك جن من تحت الارض ويتشكل في هيئة ابوك ويقولك صدقوا هو ده الحق. انت متخيل ان ابوك وامك رجعوا تاني واقفين قدامك وبيقولوا لك صدقوا هو ده الرب؟ وانا بشرح لك دلوقتي ومتخيل المشهد في دماغي مرعب. اكتر 2 بثق فيهم في حياتي هيرجعوا تاني بعد الموت ويقولوا لي صدقوا هو ده الرب، هو ده اللي هيخلصك من عذابك. الاختبار صعب جدا، ولو مش جاهزين له هنفشل. هيروح لمدن كتير، بل كل المدن، ويخلي السما تمطر والارض ترجع تنبت تاني، واللي يكفر بيه السما هتقف عنده مش هتمطر، والارض من تحتيها تبقى بور. مع العلم ان هو هيجي بعد 3 سنين مجاعة وقلة اكل وقلة كل حاجة، فانت كده هتكون محتاج له. زي المشهد اللي كان في مسلسل المداح رمضان اللي فات، لما الشيطان قزح هيأ لواحد ان ارضه بور، ولما صدقه وامن بيه الارض رجعت اخضر تاني. شوية وعدى عليه جاره وقال له يا ابني مالك في ايه؟ قال له سامحي الجلاد الله يبارك له. الارض رجعت اخضر تاني على ايده. رد عليه وقال له ارضك طول عمرها خضرة يا ابني وعمرها ما بارد. انت متخيل هو عمل معاه ايه؟ هيأ له ان الدنيا بايظة وانا الخلاص
في شاب من أصلع أهل الأرض هيطلع من المدينة ويحذر الناس منه ويقول لهم ما تصدقوهوش، ده كذاب، ده المسيح الدجال. ولكن محدش هيصدقه، لأن المسيح الدجال ساعتها هيقسمه نصين ويموتوا قدام الناس دي كلها، ويقول لهم لو أحييته تاني تؤمنوا بيا، وهيحييه والناس كلها تؤمن بيه. والشاب ده هيقول له أنا كده اتأكدت إنك المسيح الدجال، ويرجع تاني يحذر الناس منه ويقول لهم اوعوا تصدقوه، مش هيقدر يعمل كده غير معايا أنا بس. وساعتها هيقتله ويموته موتة أخيرة، وهيكون أحسن شهيد على وجه الأرض عند الله. في مدينتين المسيح الدجال مش هيقدر يدخلهم، مكة والمدينة، هيكون عليهم ملايكة حراس يحاربوا له وفكر يدخل، وكمان مش هيقدر يدخل المسجد الأقصى ولا الطور. فنصيحة الرسول عليه الصلاة والسلام لينا إننا أصلا ما نعرضش نفسنا لفتنته ونهرب للأماكن دي اللي مش هيقدر يدخلها، لأن هيكون في ناس مؤمنة جدا وأقوياء جدا هيروحوا ويحاربوه، ومن اللي هيشوفوه هيكفروا ويؤمنوا بيه، لأنها هتكون أعظم وأكبر فتنة شهدتها الأرض. بس كده، أنا كريم بنزيمة بقدم محتوى رعب، تابعني.